الكتاب ديال قاعدة الخمس ثواني هو كتاب فيه أكثر من 200 صفحة كيشرح لك واحد اللعيبة نقدر نشرحها لك في أقل من دقيقة. للأسف هذا هو القالب اللي خلى بزاف ديال الناس ما يستافدوش من هذه القاعدة اللي قادرة أنها تبدل لك نهارك وحياتك كاملة. القاعدة كتقول لك ملي تبغي دير شي حاجة في بلاصة ما تبقى تفكر قول 5 4 3 2 1 ونوض وديرها صافي. ولكن إلا شرحتها لك فحال هكا وقلت لك صافي سير، أنا متأكد عمرك غتعاود تخدمها. وهادشي اللي زادو هاد الكتاب. اليوم غتعرف معايا كيفاش تخدم هاد القاعده وعلاش خاصك تخدمها، وغنبقى جالس كنهضر لك عليها حتى تخليك مع اللاوعي ديالك وتولي تخدمها ديما، حيت هاد القاعده الخمس ثواني خاصك تشوفها اسلوب حياه. زائد فحال ديما مره غنحاول نخرج على الموضوع ونحاول نجيب كتب اخرين ونخلطهم مع هاد القاعده باش تقدر تستافد منها اكثر. البارتي الاولى ديال البودكاست غنهضروا فيها على الاساس ديال القاعده، غادي نعرفك عليها ونفهموا لي ديتاي ديالها، وخلينا نبداو بالاستخدامات ديالها فاش غتنفعك. اول حاجه هي غتعاونك باش انك تنقز ودير الفعل. The 5 second rule كتعطيك واحد الاداه باش انك تغلب المقاومه اللي عندك في عقلك ودير الخدمه ديالك ودير المهمه ديالك، خصوصا المهمات اللي ما كديرهمش ديما. يعني مثلا غتفيق في الصباح غتمشي تغسل وجهك، ما غتحتاج دير مجهود باش تغسل وجهك، هذه واحد الحاجه موالف كديرها، دونك واحد الحاجه اللي غتجيك عاديه. ولكن الا كنتي شي واحد ما كيغسلش سنانو، عندك شهر ما غسلتي سنانك، تقدر تحتاج تخدم هاد القاعده. وباش نزيد نشرح لك هاد القضيه اكثر غنخرج على الموضوع ونهضر ليك على واحد الخرافه كاينه باقي شحال من واحد متيقها، واللي هي ديك الكلمه ديال العجز. ما كايناش شي حاجه سميتها العجز. راه الا كنتي كتشوف شي واحد ديما كيمشي لاصال وكتقول واو داك خونا ماشي معكاز، هذا خطا كترتكبو. داك خونا موال في الرياضه على عكسك انت. غنعطيك واحد المثال. تخيل معايا واحد خونا خدام في البني كيدوز النهار كامل هز الباله والفاس، ملي كيرجع للدار الا مشيتي عنده وحطيتي له مواعن مسخين وقلتي له غسلهم غايقول لك اتماره، وبالمقابل مراته غتلقاها كتغسل دوك المواعن بلا حتى شي عجز. ولكن الا قلتي لمراته سيري خدمي في البني غتقول لك ما غنقدرش راه تماره هادشي فيه. المهم ابار ان المراه ضعيفه جسديا على الرجل الى اخره، ولكن ما كاينش شي حاجه سميتها العجز. واش انت موالف بالحاجه ولا لا؟ هذا موضوع خور نقدروا نهضروا عليه في شي كتاب خور. نرجعوا للقاعده ديالنا. دابا ملي كتبغي دير شي حاجه ما موالفتش بها، شنو كيوقع لك؟ دماغك كياخذ 5 ثواني باش يقنعك انك ما ديرهاش. دماغك ما كيعجبوش داكشي جديد حيت كيخاف يجي منه شي ضرر. داكشي علاش فين ما كتحاول تقرا شي حاجه جديده، تمشي لشي بلاصه جديده، تبدا شي بروجي جديد، العقل ديالك كيولي مصنع ديال الاعذار وكيولي يلقى لك شي اسباب باش ما ديرش ديك الحاجه اللي فيلسوف وما يطيحوش عليه دوك الافكار. غناخذوا واحد المثال. انت ولا انت نورمالمون كدوز النهار كامل متكي في شي سداري هاز التليفون، طاحت عليك الفكره باش تنوض تخرج تضربها بشي جريه. في جميع الحالات تنوض تجري حسن ما تبقى مريح مع التليفون. ولكن هنا دماغك كتشعل فيه واحد البوله، هاد البوله سميتها الاوفر ثينكين. فين ما كاين شي عذر مخبي في شي قنت كيبدا يخرج. ريح صاحبي الشمس برا، لا كاين البرد، ما عندكش الشيكيط ما زوينه، تلبس انت داك السروال ده الدواء تخرج تجري به. كتبقى تفكر في الاخر كتبقى ملبدها في داك السداري. ولكن الا خدمتي ذا 5 second rule غتحسب من 5 ل1 في اللحظه اللي غيقول لك فيها عقلك نوض تشري، وغتنوض وغتلبس السبرديله. غتحسب 5 4 3 2 1 غتنوض تخشى في السروال، 5 4 3 2 1 غدير لي زيكوتور غتفتح الباب وكان هنا. هاد القاعده ديال 5 ثواني كتعاونك باش انك تمنع عقلك من انه يفكر ويعطيك اعذار. ثاني حاجه كتقدر تخدم فيها هاد القاعده هي انك تبني الشجاعه وتتبع الحدس ديالك. بمعنى في النهار ديالك تقدر دير داكشي اللي الغرائز ديالك كيقولوه ليك بلا ما تاخذ اعذار. مثلا باغي تبدا شي تيك توك، شي انستغرام، شي يوتيوب، شي لعيبه بحال هكا، ما غتبقاش تقول غادي نبان، غادي نتشوه، غندير شي حاجه حامضه غيضحكوا عليا. صافي 5 4 3 2 1 نوض وبدا تصايب في الكونط. 5 4 3 2 1 فتح الكاميرا ودير داكشي اللي طاح لك في بالك. يعني تخيل معايا راسك واقف في شي حجره عاليه ومن تحت منك البحر، وانت ولا انت خايف انك تلاح، وجا شي واحد من اللور ودفعك. هاد الواحد هذا هو 5 second rule. هاد الواحد هذا ما غيكونش معاك في حياتك ديما، انت اللي خاصك تصنعو، وكتصنعو عن طريق 5 second rule. فكن شجاع. غير هو فرق بين الجرأة واللي هي الشجاعة ومن بين التهور. القرارات اللي كتاخدهم عن طريق هاد القاعدة خاصهم يكونوا قرارات 100% صحيحة وباينين وعارفهم هما اللي صحاح. فهمنا فاش تقدر تعاونك هاد القاعدة؟ خلينا دابا ندوزو للفيرست تيست، زعما التجربة الأولى. واحسن طريقه باش تخدم هاد القاعده كتجربه اولى هي باش تخرج من ناموسيتك في الصباح. يعني موالف كتفيق مع 10 غدير التليفون يصوني مع 9:30 وغير يصوني 5 4 3 2 1 وفيق.
علاش هذا هو احسن تيست تقدر تبدا به؟ حيت الا فشلتي في التطبيق ديالو كيكون الغلط ديالك 100%. ما تقدرش تخترع شي عذر. تقدر مثلا الا بغيتي تخرج تجري تقدر تقول حكا الشمس مجاده ولا شتا كطيح. فياق في الصباح كيعتمد عليك 100%، ما كاينش شي عذر. وفي نفس الوقت ملي غتخدمها غادي تجرب داك الشعور ديال انك تدفع راسك باش دير شي حاجه صعيبه. في الاول نورمال غتلقى صعوبه في انك تطبق القاعده، ولكن غير كتولف بها كتولي تسهل عليك وغتبدا تلاحظ واحد الفرق كبير غيوقع ليك في حياتك. قبل ما نكمل بغيت غير نهضر على واحد العيبه صغيره، وهي العقليه اللي خاصها تكون عندك في التطبيق ديال هذه القاعده. شوف راه هادشي كامل ظاهر عليك انت ولا انتي. انا سواء صدقات لك سواء ما صدقات لك ما غنخسر والو ما غنربح والو، انت اللي غتستافد منها. دونك ما تدخلش بديك العقليه ديال غتشوفها واش غتصدق ولا لا، دخل بالعقليه ديال خاصها تصدق. حيت انا متاكد باللي كاينين شي ناس غيدخلوا بواحد العقليه ديال هادشي ما غيصدقش وغيجربها باش يشوفها كتفشل. شوف راه خاصك نوعا ما تحاول تنجحها باش ما كان، خاصك تبغيها تنجح ودير اللي في جهدك كامل باش انها تنجح. يعني حتى الا طبقتيها غدا مثلا ملي غتبغي تفيق وما فقتيش ما تقولش هاد القاعده ما كتصدقش هادشي تخربيق، لا قول ما قدرتش نطبقها ولكن غدا غادي نطبقها. راه هادشي داير على النفسيه ديالك، وعلى هادشي اصلا حتى انا بغيتك تجربها مع الفياق في الصباح، حيت ما غيكونش عندك شي عذر الا ما صدقاتش. ولكن واخا هكاك ضروري نزيدو شي مساعدات باش نسهلوا هاد التجربه الاولى ديال الفياق. اول حاجه غديرها هي غتريقل التليفون ديالك وتحطو بعيد عليك. خاصك غدا في الصباح ملي يصوني التليفون خاصك تخرج من الفراش ديالك باش تطفيه. ملي غتخرج من الفراش وتطفيه هنا كيجي الوقت باش تطبق القاعده. ما ترجعش تنعس، قول 5 4 3 2 1 وسير نيشان بلا ما تفكر للطواليت وغسل وجهك، وعندك يزغبك الله وطفي التليفون وتقول غادي نزيد واحد 5 دقائق. وبالمناسبه ديك 5 دقائق اللي كتنعسها مورا ما كيصوني التليفون راه اكبر قالب كتهزو في نهارك، راه غير كتفشلك وكتخليك تفيق مهلوك وعيان. البارتي الثانيه من البودكاست غادي نخرج شويه على الكتاب، وغندخل واحد الكتاب اخر في الفيديو ديال اليوم، الكتاب ديال قوه العادات. اش كيقول لك هذا الكتاب؟ كيقول لك بلي العاده كتكون من 3 ديال الطروفه. الطرف الاول هو الكيو الاشاره، الطرف الثاني هو الروتين، والطرف الثالث هو المكافاه. كيفاش؟ مثلا كنتي جالس فوق ناموسيه وجاتك نوتيفيكاسيون في التليفون وانت تسمع ديك الترين ديالو، هذه كتسمى الكيو الاشاره. ملي غتسمعها غتنوض غتهز التليفون وغتشوف النوتيفيكاسيون شنو فيها وغتكليكي عليها، هذا هو الروتين لاكسيون. ومن بعد غتاخذ المكافاه واللي هي اللي غتعرف ديالاش ديك النوتيفيكاسيون. علاش شرحت لك هادشي دابا؟ باش نقول لك باللي هاد القاعده ديال 5 ثواني ما خاصكش تخليها مجرد قاعده كتطبقها ملي كتحتاجها، ولكن خاصك ترجعها عاده وتبنيها في دماغك. غتقول لي كيفاش غنرجعها عاده؟ شوف غير سمعني وغنشرحها لك. انت ولا انت ما محتاجش دير مجهود كبير، حيت اصلا الطريقه اللي مصايبه بها هاد القاعده غتخليك ترجعها عاده بزز منك. نشرح لك شويه بشويه باش تفهمني. نبداو بالكيو يعني الاشاره. هاد الاشاره هذه هي اول طرف من العاده. مثلا الكارو تقدر تكون الاشاره هي التعصب ولا تحس بالملل ولا الحاجه للنيكوتين. بالنسبه لقاعده 5 ثواني الاشاره هي ملي كتحسب من 5 حتى ل1، حيت شوف راه ملي كتقول 5 4 3 2 1 من مورا ديك واحد راه دماغك اوتوماتيكمون كيبدا كيتسنى منك دير شي حاجه. هذه بالنسبه للاشاره الطرف الاول. اجي دابا نقزوا للطرف الثالث للطرف الاخر ديال العاده واللي هو المكافاه. كاين واحد الحاجه نفسيه كتسمى اللوكس اوف كنترول، واللي هي كتحس براسك محكم في حياتك وفي راسك. هاد اللوكس اوف كنترول كتعطي واحد لا دوس طالعه ديال النشوه، كتخلق فيك واحد السعاده وواحد الشعور اللي بوزيتيف. دابا ملي كتحسب من 5 حتى ل1 وكدير داكشي اللي باغي دير اوتوماتيكمون كتحس بداك اللوكس اوف كنترول، كتحس براسك بلي كتحكم في راسك. وهذه هي المكافاه اللي كتاخذها. عندنا الاشاره وعندنا المكافاه، كيبقى لينا الروتين. وها حنا كملنا العاده ديالنا. والعاده واحد الحاجه اللي كديرها بلا ما تحس، وواحد الحاجه اللي ما كتحتاجش مجهود. يعني مثلا العاده ديال الرياضه كتوصل لواحد المرحله اللي ما كتبقاش كتحتاج فيها انك دير مجهود. وهكا حتى مع هاد القاعده ملي كترجع عاده ما كتبقاش تحتاج حتى تفكر باش ديرها. دابا اجي نهضروا على واحد الحاجه اخرى اللي حتى هي من كتاب قوه العادات. الا بغيتي تبدل شي عاده خاصك تبدلها بشي عاده اخرى. بغيتي تقطع الكارو صعيب تجي من السما وتقطعو، خاصك تبدلو يا اما بالرياضه يا اما بالفيديو جيمز، المهم شي لعيبه كديرها. هذه هي القاعده الذهبيه ديال تغيير العادات. بغيتي تبدل العاده سيئه خاصك تبدلها بعاده اخرى. اجي نرجعوا دابا للكاتبه ديال القاعده ال5 ثواني. كتقول لك باللي هي كانت مبليه بالشراب، فاش دارت ملي كانت كتهز القرعه ديال الشراب وكتفتحها كتحسب 5 4 3 2 1 وكتسدها وترجعها للثلاجه.
ملي كتحس براسها عيانه كتحسب 5 4 3 2 1 وكتنوض تلبس السبرديله ديالها باش تخرج تجري. بهذه الطريقه هي بلا ما تحس راه طبقات القاعده الذهبيه ديال تغيير العادات، كتبدل العاده السيئه بالعاده ديال 5 4 3 2 1. وهذا الشيء اللي بغيتك ديرو. فين ما تحس براسك كتقول ديك الهضره ديال ما فيا اللي يدير شي حاجه، حسب من 5 ل1 وديرها صافي، ما تفكرش اش عنده ما يوقع كاع. وشوف باش نهضروا على واحد الحاجه اخرى عاوتاني، عندك واحد الحاجه كاينه في عقلك كتسمى الانر ويزدم، اللي كتقول لك داكشي اللي خاصك ديرو. يعني بغيتي دير الفلوس ولا بغيتي تجيب نقطه زوينه، راه ملي كتجلس وتبدا تتفرج راه كتحس بواحد الحاجه في عقلك كتقول لك خاصك تنوض تقرا، ولكن كتبقى تفكر بزاف وكتاجل القرايه. هاد قاعده الخمس ثواني نقدر نقول لك بلي اهم دور عندها هي تخليك تسمع لديك الحكمه الداخليه ديالك، حيت في الاخر وباختصار هاد القاعده هي عباره على كينه ديال التفكير الزائد، الدواء ديال التفكير الزائد. ما كتبقاش تفكر بزاف، صافي غندير هادي غندرم وغنديرها. فما تنساش لايك وسبسكرايب، وإلا درتي شي كومونتير فسأكون لك من الشاكرين. 5 4 3 2 1 ونتلاقاو في فيديو اخر.